النقاد الرياضيين والصحفيين في الأردن يطالبون يزن النعيمات بعدم التردد في الانتقال للأهلي إذا توفر له عرض من الفريق المصري مثلما يقال في الصحف القطرية، ويؤكدون أنها خطوة رائعة للمزيد من التطور. سيراميكا كليوباترا أبدى رغبته بشكل ودي في التعاقد مع الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله جناح الفريق في فترة الانتقالات القادمة في يناير المقبل، بعدما فسخ محمود بنتاج عقده مع الزمالك بسبب مستحقاته. وكلاء اللاعبين يعرضون محمود بنتاج على النادي الأهلي، وموافقة يستروب المدير الفني للأهلي ستحسم صفقة المغربي محمود بنتايج. سيد عبد الحفيظ يظهر في تدريبات الأهلي للإطمئنان على استعدادات الفريق لكأس الرابطة، والتأكيد للجهاز الفني على ضرورة التعامل مع المباريات بجدية لرغبة النادي في المنافسة على البطولة وليس بمجرد المشاركة مثل السنوات الماضية، واستغلال هذه المباريات لمنح الفرصة للبدلاء وتجهيزهم بشكل جيد ورؤية مستوى بعض اللاعبين الشباب. برشلونة يثق في حسم صفقة حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي خلال الفترة القادمة على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء لضم اللاعب لفريق برشلونة. المفاوضات تتقدم، والعنصر الحاسم يتمثل في رغبة اللاعب القوية في ارتداء القميص الكتالوني. المشاورات حاليا متعلقة بالبحث عن بديل يدير نادي الزمالك، لكن المعظم يرفض لأن نادي الزمالك وصل لطريق مسدود في كل الملفات ويحتاج لمليار و500 مليون جنيه لإحياء النادي فقط في كافة الألعاب. عماد النحاس يشكر النادي الأهلي والزوراء العراقي بعد خروج نجله من المستشفى. تأجيل مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية قبل كأس الأمم الأفريقية ليوم 16 ديسمبر المقبل، ومحمد صلاح وعمر مرموش هيكونوا موجودين في المباراة. الأهلي يعرض على يستروب المدير الفني للنادي الأهلي إمكانية قطع إعارة أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا بعدما طلب اللاعب عدم الاستمرار لصعوبة حصوله على فرصة المشاركة أساسيا مع النادي الأهلي وفقدانه مكانه في المنتخب بعد تعادل بيراميدز مع بتروجيت بنتيجة 2-2، ويتوقف رصيده عند 27 نقطة. حاليا فارق النقاط 4 نقاط فقط بين بيراميدز والأهلي مع التساوي في المباريات لصالح بيراميدز. الإعلامي السعودي الكبير وليد الفراج معلقا على تصريحات صلاح: محمد صلاح هو اللاعب الأعظم مصريا وعربيا، ولن تنسى جماهير ليفربول ولا حتى الجماهير الإنجليزية بصماته التاريخية في البريمير ليج، ولكن محاولة ترسيخ أنه لاعب متقدم بالسن وليس بالضرورة أن يلعب أساسيا هي إشارات إنجليزية بأن موعد الرحيل قد حان، وأبو مكة يجب أن يذهب لمن يعرف قيمته. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.